والله شكرا يا أستاذ، شكرا. اسمك الفاضل؟ وردي عبد الحق، أستاذ آلة العود والموسيقى الشرقية بالمعهد الوطني للموسيقى بأسفي، باحث في التراث الموسيقي، مؤلف لأول منهجي لآلة العود باللغة الفرنسية، مطبوعة ومنشورة بفرنسا وبكل الديار الأوروبية. أيضا باحث في التراث الموسيقي العالمي، أغني بلغات مختلفة. وشكرا شكرا لصحراء نيوز. الفكرة كان هو عرض نظري تطبيقي أو محاضرة تعتمد على بعض البرهانات الموسيقية لها علاقة، أتحدث عن علاقة موسيقى الصحراء أو المقام الخماسي الذي يميز موسيقى الصحراء، وتأثيره على الموسيقى المغربية، وتأثيره أو علاقته بموسيقى العالم. كما لا يخفى عليكم أن الصحراء دائما كانت منبع للإلهام، وكانت مصدر للإلهام، وأيضا كانت نقطة تحول كثيرة في تاريخ المغرب. فمجموعة من الحضارات التي تعاقبت على المغرب انتقلت من الجنوب أو من الصحراء، غيرت المغرب حكما وأثرت فيه ثقافيا واجتماعيا، وبالتالي بعدها الصحراوي جعل من ثقافة الصحراء ومن موسيقى الصحراء يعني لها حضور قوي في التراث الموسيقي المغربي. ولا يخفى عليكم أن أغلب الباحثين في التراث الموسيقي المغربي يتحدثون على التراث بشكل عام في إطار كلام، ولكن يصعب برهنته موسيقيا أو التكلم عنه موسيقيا. حاولت قدر المستطاع أن أتكلم على علاقة المقام الخماسي الذي يميز موسيقى الصحراء بالموسيقى المغربية، وتأثيره أيضا في الموسيقى المغربية، وأيضا تقديمه في شكل أغاني، وتقديمه في شكل أغاني ليس فقط مغربية، ولكن في شكل أغاني لها علاقة، شكل أغاني بولونية وأغاني فرنسية وأغاني بالإسبانية، توضح لنا بشكل واضح حضور المقام الخماسي في التراث المغربي عموما. أستاذ، ما دمت لك ثقافة مهمة هنا وعميقة جدا في هذا الميدان، هل أنت الآن أستاذ لمربي الأجيال لتكون الثقافة، لتكون ترسخ ثقافة أحسن في نفوس الجيل الصاعد؟ بالفعل أنا أستاذ لآلة العود وتخصص الموسيقى الشرقية بالمعهد الوطني بأسفي، وأنا خريج المعهد الوطني بالرباط، وحاصل على شهادة في التكوين الموسيقي بالمغرب اللي هو الزائجة الشرفية بميزة مستحسن. وأيضا كنت عضو في لجنة تحكيم آلة العود. هذا يوضح البعد البيداغوجي والبعد التربوي الذي أؤمن به. العود أيام أحمد البيضاوي. من طبع الحال أنا لم أعاصر، أنا عاصرت أحمد البيضاوي وكنت أشاهد فقط أنه يغني، ولكن أنا أتكلم على البعد التربوي والبيداغوجي، حيث أن تواجدي وتدريسي بالمعهد الموسيقي يعطيني فرصة للتلاقي بترسيخ وبتمرير أفكار التعايش وفكرة التعايش وفكرة التسامح وكل القيم الإنسانية النبيلة اللي هي التسامح والتعايش والتضامن والتآخي. كل هذه القيم النبيلة أنا أمررها. الحمد لله في المغرب دائما ننادي بهذا التعايش، ولكن للأسف هناك أقوام لا يؤمنون بهذا مع كل الأسف. ولكن هذا لا يجعلنا أن نمل ولا أن نكل. هذا يقوي من العزيمة ديالنا ومن الإرادة ديالنا على أن ثقافة التسامح يجب أن تكون دائما غالبة، لأن التسامح من أجمل القيم النبيلة. وكل الديانات السماوية دائما تحثنا على التسامح وتحثنا على التآخي، ولا بد لنا من الإيمان ومن تمرير هذه القيم من أجل
غد أفضل إن شاء الله. وأيضا من أجل أن تكون عندنا أجيال تؤمن بهذه الأفكار الجميلة والنبيلة. الموسيقي الحمد لله مهرجان الرحل مهرجان جميل ورائع جدا، يهتم بثقافة الرحل، ليس ثقافة اللباس والطبخ، ولكن أيضا يهتم بالموسيقى، والموسيقى جزء من الهوية الثقافية. فإذا حافظنا على الموسيقى فإننا نحافظ على جزء من هويتنا، والجزء الأقوى في هويتنا، حيث يمكن من خلال الغناء الصحراوي والكلمات والموسيقى يمكن أن نمرر مجموعة من الخطابات التي توضح لنا بشكل جلي قيمة الصحراء وقيمة المغرب وقيمة فكرة التعايش. شكرا لفيستيفال نوماد على الاهتمام بالفنانين والثقافة عموما. شكرا لك أستاذي العزيز على العناية وعلى الاهتمام.